السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات، مقاديرهم بسيطه وطريقتهم سهله. الاولى البسبوسه بيضه وحده وعصير ديال الليمون ولا البرتقال. الوصفه الثانيه لكاب كيك بجوج ديال البيضات، حتى هما ساهلين ومقاديرهم بسيطه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه والتحضير ديال هاد جوج ديال الوصفات اللي هما ساهلين ومقاديرهم مضبوطه وناجحين 100%. نبدا معكم ان شاء الله بالوصفه الاولى اللي هي البسبوسه اللي كتجي رطبه وفتيه، كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله هاد جوج ديال الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. نبدا في المقادير ديال البسبوسه. عندي هنايا واحد جوج كيسان ديال السميده الرقيقه وجوج معالق ديال الدقيق ديال الفورس درتهم في الهاشوار. وعندي هنايا كاس عصير ديال البرتقال، نص كاس ديال الحليب، وكاس لاروب ديال السكر سنيده، وبيضه وحده، وجوج خمارات. غادي نضيف هنايا كلشي في الهاشوار، غادي نطحنو. وضعت طبعا جوج كيسان ديال السميده وجوج معالق ديال الفورس، وضعت عليهم كاس لاروب ديال سنيده وبيضه ونص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت وجوج خمارات. غادي نوضعهم. هادو هما المكونات. بالنسبه للكميه ديال السميده تقدر تدي لكم اقل كيف ما يمكن تدي لكم اكثر، على حسب النوعيه ديال السميده اللي استعملتوها وعلى حسب الحجم ديال البيضه. المهم انا وضعت كل شيء في الهاشوار، طحنت كل شيء مره واحده. نتوما يمكن لكم ديروا طريقه سهله، ضربوا غير بيضه وتضيفوا عليها السوائل، من بعد عاد تضيفوا السميده بالتدريج مع جوج معالق ديال الفورس. بعد ما طحنت الخليط كما شفتوا معايا، هذا هو القوام ديالو. القوام ديال الخليط ما يكونش ثقيل، يكون خفيف شويه على الخليط ديال الكيك، لانه السميده كتشرب. الا خليتوها ثقيله شويه ما حتى كتجلس وهي كتشرب، حتى الا دخلتوها للفران ما كتجي فين طيب حتى كتكون السميده شربات السوائل، وكتجي لكم الحرشه ولا البسبوسه ناشفه من الداخل. صافي بعد ما خلطت الخليط وضعته في مقله اللي دهنتها بشويه ديال الزبده ودخلته للفران طابت. هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما كتشدش الوقت في الفران، مده 21 دقيقه ولا اقل راه كطيب وكتجي بزاف فتيه. دهنتها بشويه ديال المربى ولا الكونفيتير، وغادي نزينها بشويه ديال الكوك. الا بغيتو تسقيوها مثلا يمكن لكم تصاوبوا لها السيرو ديالها وتسقيوها به، حتى بديك الطريقه كتجي زوينه، ولكن تنقصوا في الكميه ديال السكر. ديروا نص كاس ديال السكر مع الخليط. الا بغيتو تصاوبوا السيرو بالبرتقال انا غادي نعطي لكم المقادير ديالو. كتاخذوا جوج كيسان ديال العصير ديال الليمون مع كاس ديال سنيده، كتوضعوهم فوق النار حتى كيغلاو وكتسقيو بها البسبوسه ديالكم. غير هي تكون البسبوسه بارده والسيرو يكون سخون، والعكس الا كان السيرو بارد تكون البسبوسه سخونه. هكا باش ما كتجيكمش البسبوسه ديالكم معجنه. الا كانوا بجوج بهم سخانين راه غادي تجيكم معجنه من الداخل. ويمكن لكم تصاوبوا غير السيرو بالماء بلا العصير ديال الليمون، تعوضوا العصير ديال الليمون بجوج كيسان ديال الماء. هنايا كنرش عليها شويه ديال الكوك كتزين فقط. نتوما كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تزينوها باي حاجه متواجده عندكم في الدار. الا ما عندكم حتى شي حاجه يمكن لكم تخليوها غير هكاك، راه كتجي زوينه ما كتحتاج انكم كاع تزينوها.
كيجي فيها واحد اللوين زوين لانه فيها البرتقال ولا العصير ديال الليمون. اللون ديالها كيجي زوين، ما كيحتاج كاع انه الواحد يزينها. هادشي ديال التزيين كيبقى غير اضافي واختياري. صافي بعد ما رشيتها بالكوك غادي نغطيها كامل بالكوك وغادي نزينها بواحد الشرائح ديال البرتقال ولا الليمون لانه فيها البرتقال. وغادي ندوز معكم ان شاء الله الوصفه الثانيه اللي هي لي كاب كيك، اللي حتى هما مقاديرهم بسيطه وقليله وناجح 100%. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. بعد ما رشيت عليها الكوك زينتها بهاد القطع ديال الليمون كما كتشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لانه كتستحق التجربه. مكوناتها قلال وبسيطه وناجحه 100%. كتجي فتيه ورطبه. هذا هو الشكل النهائي ديالها. ندوز معكم ان شاء الله باش نحضر معكم الوصفه الثانيه ديال لي كاب كيك اللي هو حتى هما ناجحين 100% ومكوناتهم قليله وبسيطه. نبدا ان شاء الله في الطريقه والتحضير ديالهم. خديت واحد الاناء وضعت فيه 2 ديال البيضات وكاس لاروب ديال سنيده. غادي نطربهم واحد شويه حتى كينسجموا وغادي نضيف عليهم المكونات الاخرى. هادو ليمون اللي غادي نوضع فيهم الخليط ديال لي كاب كيك. غادي نطرب السكر مع البيض حتى كينسجموا. بعد ما طربتهم حتى انسجموا مزيان، بهذه المرحله غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال الماء دافي وغادي نطربهم حتى كينسجموا مزيان غير بالفوي. يمكن لكم نتوما توضعوا هاد المكونات كامله في الهشوار ولا في اي آلة كهربائيه اخرى وتطحنوا المكونات كاملين عاد ضيفوا الدقيق. بعد ما خلطت المكونات تنسجموا مزيان غادي نضيف 2 كيسان مغربلين ديال الدقيق ديال الفورس وغادي نخلط الخليط. الى بان لي مازال محتاج شويه ديال الدقيق غادي نضيفه. المهم كنخلط حتى كنشوف، ما غاديش ندير كميه ديال الدقيق دفعه واحده. كنخلط وكنشوف الخليط الى مازال محتاج واحد الكميه ديال الدقيق عاد نضيفها، لانه كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشرب. وحتى الحجم ديال البيض حتى هو. الخليط مازال محتاج شويه ديال الدقيق. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق وغادي نضيف خماره واحده من وزن 8 غرام وغادي نخلط حتى كينسجموا المكونات كما غادي تشوفوا معايا. غادي نخلط مزيان حتى كينسجموا المكونات. عندي هنايا واحد شويه ديال الزبيب وشويه ديال التفاح مقطع قطع صغيره. هادو غير هاد 2 مكونات اضافيه، اللي بغى يضيفهم يضيفهم، اللي ما بغاش ماشي ضروري. بعد ما خلطت المكونات كاملين حتى انسجموا، هذا هو القوام ديال الخليط. كيجي على هذا الشكل، ما كيجيش ثقيل، كيجي خفيف شويه. غادي نعمر الليمون اللي دهنتهم من قبل بشويه ديال الزبده بالخليط وغادي نضيف فوق منهم الزبيب والتفاح، القطع ديال التفاح اللي نكهتهم بالفاني، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا ونتلاقاو بعد ما طابوا باش تشوفوا الشكل ديالهم النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وصلت النهايه ديال الفيديو، الى اللقاء.